السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد سباكيتا بالطريقه باش كنوجدها انا، والطريقه اللي كندير المطيشه ما كنحكاش كنطيبها. وفي العطريه كنحتاج الزعتر والملح على حسب الذوق والتحميره وسكينجبير. الزعتر كيعطي المذاق زوين في لاصوص ديال سباكيتي. وكناخذ هنا 4 ديال الفصوص ديال الثوم القزبوره اللي زرعته انا. كناخذ منه واحد شويه، وعندي كفته حتى شويه. وغادي ناخذ مطيشه باش نطحنها دابا في الطحانه تطحن مزيان. وكناخذ الصفايه وكنديرها في شي كاسرونه ولا شي حاجه وكنصفي فيه مطيشه كتصفى مزيان. وكناخذ كاسرونه كندير فيها الزيت مع العطريه مع القزبور، وكنشحر الزيت والعطريه حتى كنشحر العطريه مزيان. وكناخذ كندير لهم شويه دقيق. الكفته ما كنديرهاش في هذا الوقيته، كنديرها العطريه وكنزيد عليهم تقريبا 2 معالق ديال الدقيق حتى كنحس بداك لاصوص خاطر واحد شويه. وديك الساعه عاد غادي نزيد عليه مطيشه، وغنزيد عليه باقي شويه ديال التحمير. انا ما كنخدمش المطيشه ديال الحك، ما كنحملهاش. كيكون من الاحسن تخدموا غير مطيشه عاديه. وكنزيد باقي شويه ديال الزيت، وكنزيد باقي شويه ديال التحميره حتى هي باش يكون حمر واحد شويه. ودابا كناخذ الكفته وكنفردها كنلوحها فوق لاصوص، نخليه باقي باش يطيب واحد شويه. وفي هذا الوقت فاش كنسالي هذا الكفته كندير الماء حتى هو يطيب اللي غندير فيه سباكيتي. كندير الماء حتى كيطيب، وعاد غادي نخويه في هاد القميله وزدت عليه تقريبا معلقه ونص ديال الزيت الزيتون اكيد، ما كنديرش الزيت الروميه. ودرت شويه ديال الملحه ولحت فيها سباكيتي. وسباكيتي ما تخليوهاش بحال هكا، حيت الا خليتوها بحال هكا غادي تلصق ليكم. لاصوص ديالي فاش طاب، ها سباكيتي ديالي حتى هي فاش وجدات. ندير ليها لاصوص باش تشوفوا لاصوص كيف جا، راه كيكون خاطر وكيكون زوين. وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه.